ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اتكلمت مع حضراتكم في فيديو قبل كده عن الاعراض الجانبيه للقاح الكورونا، والحقيقه هو لسه متوفر في المكان اللي انا موجود فيه من 3 ايام بالظبط. انا رحت اخدت اللقاح وكنت حابب اشارك مع حضراتكم التجربه دي واقول لكم انا حسيت ايه بشكل شخصي، والدكاتره اللي هناك كمان نصحوني بيه. تعالوا مع بعض نشوف ونرجع تاني. ان شاء الله انا رايح دلوقتي علشان اخد الجرعه الاولى من تحسين الكورونا، وقررت اصور لكم الرحله الصغيره دي عشان ان شاء الله تكونوا مطمنين وما حدش يقلق من حاجه باذن الله، واعرفكم برضو الخطوات اللي حصلت ايه. الحقيقه في اول يوم اللي انا حسيت بيه كان مجرد الم، هو مش هقول مجرد، هو بصراحه كان الم شديد قوي من المكان بتاع الحقنه بتاعه التطعيم. الألم ده فضل مستمر معايا لحد بالليل. طبعا قبل ما امشي من المستشفى هناك الدكاترة قالوا لي لازم تاخد حاجة مسكنة وخافض للحرارة، وتاخد كمان معاها اسبرين. بالمناسبة النوع اللي انا اخدته كان اللقاح بتاع استرازينيكا. فاول يوم زي ما بقول لكم كان الألم بس في مكان الحقنة، بس بصراحة كان ألم شديد قوي. وعلى بالليل كده ابتدت اعراض تانية تظهر معايا. عارفين اللي يقول لكم انا داخل على دور برد في العظم؟ بالظبط هو ده اللي الواحد حسه. تكسير في العظم، خدلان، هبوط، الواحد مش قادر يقوم من السرير. والاعراض دي زادت معايا قوي في اليوم التاني. استمريت على الدواء اللي الدكاتره نصحوني بيه، وبنهايه اليوم التاني اقدر اقول لكم ان كان تقريبا 70% من الاعراض دي اختفت. وفي اليوم التالت اللي انا بصور منه الفيديو ده الحمد لله اقدر اقول ان الاعراض اختفت بنسبه 96 او 97 كمان في المية. ما عادش فيه الحمد لله تكسير في العظام ولا خدلان ولا همدان في الجسم. والالم بتاع مكان الحقنه كمان بقى بسيط خالص، موجود بس لسه بسيط خالص. حابب انصحكم انكم تروحوا تاخدوا اللقاح بتاع الكورونا. الموضوع ما يخوفش يا جماعه، انا اتكلمت عن الموضوع في فيديو قبل كده، ودلوقتي برضو بحكي لكم بشكل شخصي، وفي فيديو قبل كده برضو نزلته عن خطوات التسجيل وازاي تسجلوا علشان تاخدوا اللقاح. اللقاح يا جماعه او المصل حاجه مهمه جدا وضروريه جدا، لان الوباء بتاع الكورونا ما بيرحمش. ربنا يعافينا جميعا يا رب ويرفع عنا البلاء. لو حد كمان كان اخد التطعيم او اخد اللقاح وموجود عندي في القناه يا ريت يشاركني بتجربته، ويحكي لنا برضو في الكومنتات هو حس بايه او ايه الاعراض الجانبيه اللي هو مر بيها بشكل شخصي، عشان برضو الكل يستفيد والكل يبقى مطمن، علشان احنا عايزين كل الناس باذن الله تاخد اللقاح بتاع الكورونا. بس كده، واشوفكم على خير. سلام عليكم.